فضيحة لأجل الهلال والنصر ومؤامرة من الاتحاد. الدوري السعودي ليس فوق الجميع. السلام عليكم متابعينا الكرام، معكم عبر قناة نشرة أخبار الأهلي السعودي مع المشجع السعودي. هنتعرف النهارده في فيديو جديد أخبار الدوري السعودي ومفاجآت مثيرة. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لسه جديد معايا في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. عايزين نكبر جيش الأهلاوية. فضيحة لأجل الهلال والنصر ومؤامرة من الاتحاد ومنتخب السعودية ليس فوق الجميع. الكل يبحث عن مصلحته، أما المنتخب السعودي فليس من ضمن الأولويات حاليا. الاتجاه كله يسير نحو دوري محلي قوي، والأخضر يبكي في الزاوية. يقولون نرفع عدد الأجانب في الأندية كي ينعكس ذلك على منتخبنا. ربما ذلك هو الهدف بالنسبة لمسؤول الاتحاد السعودي لكرة القدم، لكن على الجانب الآخر الأندية تعمل لصالحها فقط. الجميع يبحث والخاسر الوحيد هو منتخب السعودية. نبدأ من أين؟ من التعاقد مع نجوم محلية في فريقها وأساسية مع المنتخب، ثم تجميدها على مقاعد البدلاء كمحمد العويس وعبد الله الحمدان وصالح الشهري وعبد الفتاح عسيري وغيرهم، أم من رفض الكبار والهلال، الاتحاد والنصر والأهلي المشاركة في دوري الرديف الذي سيتيح لسجناء مقاعد البدلاء المشاركة بصورة نظامية لتعويض سيطرة الأجانب على المشاركة الأساسية في دوري روشن. الحديث هنا ليس عن مجرد لاعب اتهمه البعض بالتهرب من معسكر منتخب بلاده، إنما عن شخصيات مسؤولة قررت أن تنحي مصلحة الأخضر جانبا، فأصبحنا أمام مدرب عالمي هو الإيطالي روبرتو مانشيني ومنتخب بدلاء، فكيف سيحصد ثمار جهده؟ وفي السطور التالية نستعرض سويا مواقفة مثبتة أكدت أن المنتخب السعودي ليس فوق الجميع. كل شيء تم مع الهلال خلال ساعتين. كنت قد اتفقت مبدئيا مع المنتخب السعودي، لكن حين ظهرت فريضة الهلال غيرت رأيي لأن لدي مشروعا لم ينتهي هناك. حظيت بتجربة سابقة وكانت ناجحة، فزت بالسوبر وكنت متصدرا للدوري بفارق 6 نقاط. رأيت أنني يجب أن أتم عملي الذي تركته ناقصا في الهلال، لكني دوما ما أعطي الحرية لأصحاب القرار. طلبت من رئيسي الهلال والاتحاد السعودي التفاهم والوصول إلى حل مناسب، وقد منحني وزير الرياضة الفرصة لأختار واخترت الهلال. وفي عام 2021 قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اعتماد كأس العرب للمنتخبات عوضا عن كأس القارات استعدادا لكأس العالم قطر 2022. ونظمت الدوحة بطولة عربية خالصة تألقت بها كافة المنتخبات العربية، حتى من لم يحقق النتائج قدم أداء مميز دفع الكثير من الجماهير المطالبة بإقامة البطولة بشكل منتظم لتطوير المنتخبات العربية. لكن على النقيض كان حال الأخضر السعودي، إذ قرر مسؤول المشاركة بفريق الرديف من أجل عيون الهلال والنصر. الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول وقتها أعلنها صراحة: سنلعب بالرديف لارتباط الهلال والنصر بمباراتين مؤجلتين في الدوري ولإراحة لاعبي الزعيم قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2023. وفي النهاية ودعت السعودية البطولة من الدور الأول بنقطة واحدة من 3 مباريات وسط متابعة عالمية. حتى هيئة الترفيه طالتها الاتهامات هي الأخرى من قبل الكثير من الجماهير والإعلاميين. أثر موقف ربما يكون غير مقصود لكنه وقع بالفعل. عقب تتويج الهلال بطلا لدوري أبطال آسيا 2021 أعلن التركي الشيخ وزير الترفيه إقامة حفل ضخم للزعيم في البوليفار حضرت الآلاف من الجماهير والمشجعين بجانب لاعبي الفريق. لكن بعدها بأشهر وعقب حسم المنتخب السعودي لتأهله لكأس العالم قطر 2022 ورغم إقامة وزارة الرياضة لاحتفالية كبرى في ملعب الجوهرة المشع، إلا أن الكثير انتظروا موقف وزارة الترفيه والتي اكتفت بفتح أبواب البوليفارد مجانا أمام الجماهير مع اعتماد على مكبرات الصوت لنشر الأغاني الوطنية في الأرجاء، وهو ما فتح باب الاتهامات بتفضيل الهلال على المنتخب من قبل الوزارة. وأخيرا مؤامرة الاتحاد والشنقيطي. بمساعدة نادي الاتحاد تهرب اللاعب مهند الشنقيطي من المشاركة مع منتخب السعودية الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 عام في عام 2022. إدانة اللاعب والنادي الجداوي تثبت بعد تحقيقات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين
في واقعة فاجأت الجميع، خاصة وأن إدارة أنيمار الحائلي تحالفت مع الشنقيطي ضد الأخضر بشكل صريح. لجنة الاحتراف وقتها قررت إيقاف الظهير الشاب لمدة شهرين مع تغريم العميد 300 ألف ريال. لا مجاملات في المنتخب، نطالب بمدربين أجانب كي نبتعد عن الانتماءات لأندية بعينها. هذه المبادئ ربما غير معمول بها في الأخضر، وبحسب ما أكد مدربه السابق البرتغالي نيلو فينجادا زعم أن المنتخب السعودي يدار بالأمر المباشر، كاشفا كواليس صادمة. أحمد عيد الرئيس الأسبق للاتحاد السعودي لكرة القدم كان يمنحني أمر بإشراك سامي الجابر بصورة أساسية دائما في كل وقت، وإذا أردت الدفع بفهد المهلل يأمرني بأن يكون ذلك على حساب عبيد الدوسري. وأضاف: أنا المدرب إذا جاء للحديث معي ومناقشة في اختيارات قائلا على سبيل المثال نريد أن نفوز. مستر فنجادة لماذا لا تفكر في سامي الجابر؟ لكنه كان يضغط علي، وهذا ما رفضته، لأن أنا صاحب القرار، أريد الدفع بأي لاعب في أي وقت. لم يأتي أحد لي ويقول لي من فضلك ادفع بالجابر، دائما كان يخبروني بالأمر المباشر. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهارده، اتمنى تكونوا استفدت معنا. لو لسه جديد معايا في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.